مساء الخير. وحشتوني، عاملين ايه؟ أم الحقيقة أنا طالعة أكلمكم النهاردة في موضوع. الموضوع ده كان بقاله فترة ومضايقني وساكتة يعني. بس أنا قررت إن أنا يعني لما يحصل لي حاجة زي كده أشارككم وأشاهدكم، عشان لو أنا غلطانة أنتوا ممكن تقولولي. آم، انا كنت ساكته 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 فتره طويله جدا وما بردش، علشان انا اكبر بكتير من كده. بس الموضوع يعني زاد عن حده بطريقه، يعني لدرجه ان انا مش من طبيعتي ان انا اطلع اتكلم او ارد، بس من كتر ما الموضوع يعني بقى اوفر. مش قادره، يعني عايزه اشاهدكم معايا بجد. آم، يعني انا حتى مش يعني حتى مش عايزه اقول، حتى مش حابه ان انا اقول الاسم، بس هضطر اقوله علشان كرامتي، وعلشان آم، حقي المعنوي، وخصوصا ان انا ما بحبش ان اهلي كل شويه يسمعوا الكلام اللي هي بتقوله ده. آم، الاستاذه ريم طارق، طليقه الفنان حسن شاكوش، آم، اللي انا معرفهاش خالص وعمري ما شفتها الا في السوشيال ميديا، في فرحها وفي برنامجها مع بسمة. أم، اتقال اسمه حورية وتالت حرف ريح. الناس سابت كل الأسامي ومسكت في حورية، سكت. وهي حورية دي مش حورية، وسكت وما اتكلمتش خالص. إنما يجيلك الجرأة إنك تنزلي وتقولي إن الفنانة حورية فرغلي تكشف عن اسم الفتاة اللي كانت مع شاكوش، لغاية هنا بقى وصب. انتي بتقولي حورية فرغلي تكشف عن اسم الفتاة اللي كانت مع شاكوش؟ يعني انت عايزة ايه بالظبط؟ انت عايزة ترند؟ عايزة تجيبي اسم حورية فرغلي عشان تطلعي ترند؟ انا اعرف منين البنت اللي كانت مع شاكوش؟ ويعني ايه تنزلي؟ وعلى فكرة، وانا مصوراها وممكن ارفع عليكي قضية تشهير. انا مصورة اللي انتي منزلاه كذا خبر، وقلت كذا الخبر، وبعت الخبر ده لريهام سعيد وعندها. فبصي، برضو بعد ما قلتي كده انا سكت، وبرضو مش عايزة تعدي الموضوع اللي انا ماليش علاقة بيه، لا من قريب ولا من بعيد. يعني لا، لما تطلعي تقولي انا مش هعتذر لحورية فرغلي، حبيبتي انا ما طلبتش منك تعتذري لي. يعني تعتذري لي على ايه؟ يعني ام سوري على الفيلم الهندي اللي انتي عاملاه وجايبه اسمي فيه. هو انا اعرفك يا بنتي؟ هو انا اعرفك يا حبيبتي؟ انا اكبر من كده بكتير. انتي بس مش واصلك، انا اكتر من كده بكتير بكتير. وانك تغلطي فيا وانا ماليش ذنب ولا علاقه بالموضوع. انا ما جبت سيره حد عمري، انا طول عمري في حالي، وطول عمري ما بحبش القيل والقال والكلام في الحاجات الغريبه دي. فانا انسانه بطبيعتي بحب الهدوء. انا عايشه لوحدي لاني ما بحبش الدوشه. عمري ما بغلط في حد. آم، بحترم الناس كلها. انا طالعه ارد عليكي وبشهد الجمهور كله على اللي انا بقوله ده، والناس علشان الناس تقولي لو انا غلطت في يعني في اي حاجه. بس انا ما عملتش حاجه، يعني انا حاسه انا ما عملتش حاجه، بس يمكن اكون عملت حاجه، فبقى عايزه اشهد الجمهور والناس
يقولوا لي يعني تقولي لي ايه، يعني يقولوا لي لو انا غلطت في ايه. و... وانا الحمد لله، الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، تاريخي بيشهد عليا اني مع نفسي وفي حالي ومش بتاعت مشاكل، وما عنديش مشاكل مع اي حد، وكويسة جدا مع الوسط وبعتبرهم اهلي. و... وكمية الناس اللي انا اكتشفت انها بتحبني وبتدعي لي و... وربنا يخليهم كلهم ليا يا رب. انا بشاهدكم، انا بشاهدكم، قولوا لي لو انا غلطانة ولا لا. أم... بس في حاجة، بس يعني في حاجة انا عايزة اقولها. انا بحترم الصغير قبل الكبير، لاني بحترم نفسي وبحترم كل الناس. انا اتربيت على كده في بيت عيلة، وعيلة كبيرة ومعروفة. علموني يعني ايه اخلاق، ويعني ايه اصول، ويعني ايه مبادئ، ويعني ايه قيم. فمش هقولك غير ربنا يهديكي يا بنتي لنفسك، وتبطلي تجيبي في سيرتي. لاني بجد بجد المرة الجاية لو جبتي سيرتي انا هشتكيكي بالتشهير، هشتكيكي بالتشهير بيا. وصدقيني مش هتستحملي، ومش هتتخيلي هيحصل فيكي ايه. اسم حورية فرغلي، ما حورية فرغلي ما تقوليهوش علشان تطلعي ترند، انتي بتقوليه عشان تطلعي ترند. بس ما حليكيش تجيبي اسمي او سيرتي مرة تانية. انا بمنتهى الادب بقولك لو سمحتي، لو ده حصل مرة تانية انا اسفة. I'm very sorry. اسفة جدا، اسفة جدا جدا على رد الفعل اللي هيحصل، لان ده حقي. وربنا يهديك يا بنتي.